الوظيفه دي اصلا ما عدناش بنفكر فيها، لا عندنا واسطه ولا معانا ندفع. وبعدين يعني هم اللي جايبين الوظيفه عملوا بيها ايه؟ بس انت لازم تشتغلي علشان تروحي وتيجي والارزاق تجيلك والشغل مش عيب. واشتغلت في محل وصاحب المحل كان حلو كده وشايف نفسه حبتين، وال30 خلاص بتجري وحلم الامومه بيطير. اما صحيح عاملين مع الواد ده؟ انا عايزك تنسيه، ده مصلحتك. لو سنتيه اكتر من كده يبقى تقول حلمك بوي وتشاوله من بعيد بمنديل ابيض. اقبل اي فرصه، اي شغل. في الصراع مع الزمن حتى بنصف الفرص واقبلها. لما بتشوفهم في الاعلانات وهما بيحذروا من الخلفه بعد 35 وبيوصفوا خطوره الولاده في السن دي، خوفي بيزيد. مش بس من الخطوره، لا، ده احتمال الخلفه اصلا بيكون ضعيف. انسي. انت تقصد ايه؟ اسمعيني بس، هي هتفرق معاكي دي من دي؟ ما كله في قفص واحد. مش فاهمه. الجواز هو الجواز وكلهم بيخلفوا اشتري مني. قصدك ايه؟ طب وانا وحلمي اني اتجوز البنت اللي بحبها، وحلمي اني اعيش وابقى اب. انسى.